عندك ورم في الغده الدرقيه وعملت الفحوصات والسونار وعرفت ان هو ورم حميد وحيران تعمل جراحه ولا لا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. استكمالا عن حديثنا عن اورام الغده الدرقيه، الفيديو النهارده ان شاء الله هنتكلم فيه عن هل لازم نعمل جراحه في حالات الاورام الحميده في الغده الدرقيه ولا لا، ولو هنعملها امتى. حاجه يا جماعه، احنا مشكلتنا في الاورام الحميده في الغده الدرقيه بتتلخص في حاجتين. الحاجه الاولانيه ان الورم ممكن يكون حجمه كبير فضاغط على اعضاء مهمه جنب الغده الدرقيه، وده بيسبب اعراض للمريض. الحاجه الثانيه ان الورم الحميد ده لا قدر الله ممكن يقلب ورم خبيث في يوم من الايام، وبالتالي يبقى احنا بنعمل جراحه في حالات الاورام الحميده في الغده الدرقيه في حاله ان يكون الورم حجمه اكتر من 2 سم ومسبب اعراض للمريض. ضاغط على القصبه الهوائيه ففي صعوبه في التنفس، ضاغط على البلعوم في صعوبه في البلع، ضاغط على العصب المرتجع ففي تغير في الصوت. طيب الحاجه الثانيه اللي نعمل لها الجراحه في حالات الاورام الحميده ان الورم ده يكون فيه اشتباه انه لا قدر الله بدا يقلب ورم خبيث. طب ده انا هعرفه منين؟ هعرفه عن طريق الاقي الورم ده بيزيد في الحجم او بيزيد في التصنيف. وربنا يتمم شفاكم على خير.